تخيل تفيق الصباح تحل تليفونك وتلقى 26 مليار دولار مشات ليك في سيمانة واحدة. هذه ماشي قصة من الخيال، هذه قصة سام، الدري اللي دوخ العالم وهو لابس شورت وصندالة وصدق واكل 25 عام ديال الحبس. اليوم في السير المظلم غنكشفوا كيفاش واحد من أذكى الشباب في التاريخ مسح بفلوس الناس الأرض، وعلاش الإمبراطورية ديالو طاحت بحال قصر ديال الكارت في أقل من 48 ساعة. في 2019 بدا سام منصة FTX، وفي ظرف 3 سنين ولات قيمتها 32 مليار دولار. السر ماشي هو التكنولوجيا، السر هو القناع اللي لبسه. سام كان كيبان دري متواضع، كينعس فوق بين باك في المكتب وكياكل الماكلة العادية، وهذا الشيء خلى كبار المستثمرين والسياسيين يثيقوا فيه. بدا كيتصور مع الرؤساء وكيتبرع بالملايين للجمعيات، حتى ولا كيتسمى المنقذ ديال الكريبتو. الناس سحب ليهم باللي هو العبقري اللي غيغير مستقبل المال، ولكن الحقيقة هي أنه كان كيبني فخ مالي كبير باش يجر فيه أكبر عدد ديال الضحايا. هنا فين غنغرقوا في السير المظلم. سام ما كانش عنده غير FTX، بل كانت عنده شركة خفية سميتها Alameda Research. الفضيحة هي أنه كان كيهز فلوس كناس اللي حاطها في المنصة باش تداول، وكيصيفطها للشركة ديالو باش يقامر بها في صفقات خطيرة. المحققين لقاو باب خلفي في الكود ديال المنصة كيسمح ليه يخرج الملاير بلا ما يعيق به حد. استعمل أكثر من 8 مليار دولار من أمانات الناس باش يشري فيلات في البهاما ويمول حياته الفارهة، والناس سحب لهم فلوسهم آمنة في المحفظة الرقمية. في نوفمبر 2022، النهار اللي داب فيه السكر في الماء، تقرير صحفي كشف باللي ميزانية ديال سام خاوية ومبنية على الكذوب. هنا المنافس ديالو سيزي مول باينانس لاح تغريدة قال فيها باللي غيبيع كاع عملات سام. في دقائق وقع بانك رون رقمي، الناس تخلعوا وجاو يسحبوا 6 مليار دولار في دقة واحدة. سام حاول يكذب في تويتر ويقول كل شي بخير، ولكن الحقيقة كانت مرة. خزنة خاوية. في 48 ساعة فقط إمبراطورية ملايير تبخرات وأعلن الإفلاس، وخلى وراه ملايين ناس ضاعوا في رزقهم. من بعد الانهيار سام فكر يهرب، ولكن العدالة كانت أسرع، تقبض عليه في البهاما وترحل الأمريكان مكبل بالحديد. المحاكمة كانت فضيحة عالمية، والمدعي العام قال جملة بقت تاريخية: هاد الشي ماشي غلط في الحساب، هذه سرقة عمدية وموصوفة. سام اللي كان كيدير فيها بطل بان قدام القاضي مجرد نصاب ذكي. في مارس 2024 صدر الحكم النهائي: 25 عام ديال الحبس ومصابرة 11 مليار دولار من أملاكه. الدري اللي كان كيحلم يسيطر على مال العالم صدق محبوس بين 4 ديال الحيوط. علاش هاد القصة كتقيسنا؟ حيت كل عام كيبان سام جديد بوعود جديدة وألوان زوينة. نصابة في الكريبتو ديما كيلعبوا على الطمع والزربة. إلا شفتي شي مشروع كيوعدك بأرباح خيالية ومضمونة، أو كيضغط عليك تستثمر دابا قبل ما تفوتك الفرصة، فغالبا انت هو الضحية الجاية. الكريبتو ما فيش الضمان، واللي كيوعدك بالثراء السريع هو أول واحد كيهرب فلوسك. الدرس هو أنك خاصك تبحث مزيان وما تثقش في المظاهر، حيث السكات غالبا كيكون وراءه عاصفة مالية. من بعد قصة FTX بزاف ديال الناس فقدوا الثقة في العملات الرقمية، ولكن الحقيقة هي أن المشكل ماشي في التكنولوجيا، بل في البشر اللي كيسيروها. هاد الكارثة فرضت قوانين جديدة وصارمة باش تحمي المستثمرين الصغار. دابا الشفافية ولات هي العملة الحقيقية، وأي منصة ما بغاتش تبين حساباتها بوضوح خاصك تهرب منها. العالم الرقمي باقي فيه فرص، ولكن خاصك تكون عندك عين ميزانك، وتعرف باللي الغلطة الصغيرة في هذا المجال كتقدر تكلفك شقة حياتك كامل. كون ذكي وما تخليش الطمع يأمي لك عينيك. سام بانكمان فريد ما كانش عبقري، كان مجرد شخص فهم كيفاش يستغل الثقة ديالنا. دابا السؤال لك انت: واش عمرك ثقتي في شي مشروع مالي غير بسبب الإشهار أو المظاهر؟
شاركنا قصتك في التعاليق باش كل شي يستافد وما نطيحوش في نفس الفخ. وما تنساش السر المظلم ديما مخبي ورا الوعود الزوينة. تبارطاجي الفيديو مع أصحابك اللي مهتمين بالكريبتو باش تنقذهم من شي سام جديد. ونشوفكم في السر المظلم الجاي. ريد.